كوكو البنات، مرحبا بكم في درس اليوم اللي هو الميكروبليدن. بالنسبه للميكروبليدن وطريقه العمل ديالو والنجاح ديالو غيكون في هذا الفيديو هذا. هذه الزبونه ثاني الحصه الاولى ما شاء الله صدقات زوينه، خص غير شويه الروتوش، فضروري ملي كتجي الحصه الثانيه ونبغي نعاود الروتوش ضروري ما كنعبر باش ناخذ العبار هو هذاك، لان في الحصه الاولى ما كيبانش الخدمه مزيان. فالمهم كنديروا حنا جوج الحصص، دائما انا كندير جوج الحصص باش تكون عندي خدمه متقونه. الحصه الاولى خدمت ليها، حاولنا نقادوا الفورمه، ولكن كيف ما كتشوفوا الزبونه كتكون بعض المرات خايفه، فاحيانا كتكوني ضاربه في اللحم احيانا لا. هنا جات الحصه الثانيه بان لي بانه الحاجب واحد على من واحد، يعني بواحد التكه بسيطه نحاولوا نقادوها. دونك شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نعبروا، فالعبر ضروري ما خصني نعبر ليها باش ناخذ الميزان مزيان ويكون عندي داكشي مقاد. دونك هنايا قادنا العبار، خدينا الميزان، قادنا العبار. ملي كنبغي نعبر كندير واحد الخيط وكناخذ، كاين عندي طراساج ديال الحجبان، واحيانا انا كنعمر الخيط غير بالبرودوي باش كنعبر. هادشي بعد ما درنا البنج، سالينا البنج، فدابا كنخدموا نعمروا غير بلايص اللي خاص. نجاح ديال الميكروبليدن، فضروري ان الميكروبليدن ملي غنكون كنخدموا ندير البنج مزيان، نخليه واحد 20 دقيقه وندير الكوانت. قبل ما ندير البنج فانا كندير الكوانتي ضروري، كيكون عندي كلشي معقم وكنبدا نخدم باش نخدم في السليم. هنا انا ضروري ما ندير هاد الحركه هذه باش كيدخل البرودوي للجلده وكيكون ثابت مزيان. طبعا نهضروا شويه على اللون اللي كنخدم به. كل كليه انا كنخدم لها باللون المناسب ليها. طبعا انا ما كنخدمش بالكحل، كنتفادى الكحل. علاش كنتفادى الكحل؟ لان الكحل كيسبب لنا مشاكل كثيره، يقدر يخضر، يقدر يزرق، يعني يقدر يولي حتى في الكري كيتبدل اللون بصفه نهائيه. جات عندي كليانه حجبانه غالقين وبغات الغالق، فانا ما نخدمش لها بالكحل، ناخذ الغامق اللي هو البني المحروق وغنخدم ليها به، ونقدر حتى البني المحروق ندمجو مع شويه ديال الماء، شويه ديال البني فاتح. دونك كيف ما شفتوا الريزلت هي هذه، كنخدم باتقان والنتيجه كانت روعه كيف ما بان لكم في الفيديو. ضروري لما نحط المثبت، ضروري لما نخدم باتقان، ضروري لما نخدم بتعقيم، يعني هاد الاشياء كلها ضروريه. حتى القطن اللي كنخدم به فالقطن من نوعيه ممتازه. هنا كيف ما كتشوفوا هنايا زغبه، يعني كبحال راه شعرها. ميكروبليدن بطريقه صحيحه وناجحه 100%. اتمنى ان هذا الفيديو هذا يفيدكم، خليتكم فرحة الله. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.